المشهد ده طبعا انت كنت فاكره معمول بالجرافيك او السي جي اي او انهم استخدموا عنكبوت بلاستيك، لكن الحقيقه ان العنكبوت ده كان حقيقي تماما. اغرب من كده انه اتلون مخصوص عشان المشهد ده. القصه بدات لما المخرج سام ريمي قرر انه مش هيستخدم عنكبوت سي جي اي، وبدل كده اصر انه يكون عنكبوت حقيقي عشان المشهد يبقى مليان واقعيه. لكنه هنا واجه مشكلة كبيرة جدا. العنكبوت اللي كان ناوي يستخدمه ريمي الأول كان اسمه الأرملة السوداء، لأنها الأقرب لشكل العنكبوت اللي لدغ بيتر باركر في الكوميكس. لكن المشكلة إن العنكبوت ده كان سام جدا وخطير، ومستحيل يسمحوا إن عنكبوت زي ده يبقى في موقع التصوير، فكان لازم يدوروا على بديل. هنا بقى كان الحل مع خبير الحشرات ستيفن كالتشر اللي اخترع عنكبوت من نوع استيدودا جروسا، وهو نوع بيشبه الأرملة السوداء ولكن أقل خطورة. بس كان فيه مشكلة تانية، شكله مش مناسب لنفس العنكبوت اللي في الكوميكس. بس قبل ما نقول حل المشكلة دي كان ايه، في بقى مشهد معين في الفيلم اتعاد مرات كتير جدا ان يطلع في الآخر مظبوط وبيرفكت. كان ايه هو بقى المشهد ده واتعاد كم مرة؟ هي دي بقى فزورة النهارده. وعشان يحلوا بقى المشكلة دي الفريق قرر يعمل حاجة غريبة جدا، لونوا العنكبوت يدويا باستخدام فرشاة دقيقة جدا عشان يرسموا عليها العلامات الحمراء اللي هي بتميز شكل الأرملة السوداء، ويطلع بنفس الشكل اللي المخرج عايزه. وهو ده بقى العنكبوت المزيف اللي ظهر في الفيلم. مشهد شفناه في ثواني بس كان وراه مجهود ضخم وكبير جدا، والنتيجة في الآخر كانت مذهله. كنت تفضل ان المشهد يبقى سي جي اي عادي زي كل الافلام، ولا اللي هم عملوه ده هو الصح؟ شاركونا برايكم في الكومنتس، وخليك دايما فاكر ان رمضانك حدوته.